السلام عليكم. يورجن كلوب يفاجئ محمد صلاح بعد انتهاء مباراة ليفربول مع وست هام، ويسخر من ساديو ماني بسبب محمد صلاح. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب لمحمد صلاح اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على وست هام ليقود ليفربول للمركز الثاني في البريمير ليج، وقد صرح مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد هذه المباراة وقال: نحن كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية أمام خصم صعب وهو وست هام، ولكن محمد صلاح دائما يكون كلمة السر في هذه المباريات الكبيرة، وخصوصا وست هام، فهو أكثر لاعب سجل ضدهم وسجل اليوم أيضا، فهو لاعب استثنائي كعادته، ودائما يصنع الفارق لليفربول مع زملائه، فهو أيقونة ليفربول الأول. فنحن فعلنا المستحيل لبقاء محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول بعدما انهالت العروض السعودية على محمد صلاح بأرقام فلكية، ولكن أنا قلتها من قبل: محمد صلاح ليس للبيع. فهناك بعض اللاعبين تركوا أنديتهم الأوروبية من أجل الذهاب إلى الأموال في السعودية على غرار ساديو ماني الذي كنت أعتبره من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن ماني فقد بريقه عندما ذهب للسعودية، والكل يشاهد الآن الفارق بين محمد صلاح وساديو ماني. فنحن سنفعل المستحيل هذا الموسم من أجل الفوز بالبريمير ليج، ومحمد صلاح وعدني بأنه سيفعل كل ما بوسعه هو وزملائه من أجل إسعاد جماهير ليفربول والفوز بالبريمير ليج. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.